وبالنسبه بقى الاكل، يعني هو المفروض ان انا قبل ما اروح الجيم ابقى اكله، ولا بعد الجيم إيه المفروض اكله، ولا يعني الموضوع ده برضه انا. بص انا هقول لك قاعده حلوه، اسالي نفسك كل 3 ساعات انت هتعملي ايه. يعني مثلا لو انت رايحه مثلا تتمرني كمان 3 ساعات وتشيلي اوزان، فلازم تاكلي اكله فيها بروتين وكربوهيدرات عشان يبقى عندك طاقه سعرات حراريه ان انت تقدري تتمرني بالانتنسيتي اللي انت المفروض تتمرني بيها، اللي هي شيل التمرين بتاعتك. تمام. طيب لو انت دلوقتي مثلا قاعده بتذاكري او حاجه، فهتبداي تاخدي سناك صغيره، وبعد كده لو مثلا هتنامي بعدها مثلا ب4 5 6 ساعات برضه سناك صغيره. فكميه الاكل هي اللي بتحدد انت هتعملي ايه. لو انت هتتمرني فلازم تاكلي قبل التمرين. طيب ناكل بقى ايه قبل التمرين؟ لو انت مستعجله اي حاجه سيمبل كارب هتبقى مفيده جدا جدا، زي الموز او التفاح، او الكومبلكس كارب وده اللي انا بفضلها زي مثلا البطاطا. فبتبقى سريعه الهضم والامتصاص، ما بتاخدش وقت طويل، وبتديكي سعرات حراريه وطاقه ان انت تتمرن.